في قصص كتير بتبدأ بحب وتنتهي بخناقة أو فراق، بس قصتنا النهاردة بدأت بحب وانتهت بدم. قصة بنت كانت بتضحك قدام الناس، لكن جواها كان في حاجة مكسورة، وحب تحول لهوس. دي قصة جودي أريس. جودي أريس كانت بنت عادية جدا، ملامحها هادية، صوت واطي، ومحدش يشك إن ورا الوش ده كارثة. اتولدت في أمريكا، وحياتها ما كانتش فيها حاجة مميزة أوي، لحد ما قابلت شخص غير كل حاجة. ترافيس ألكسندر. ترافيس كان شاب ناجح جدا، اجتماعي، متدين، محبوب من كل اللي حواليه. اتقابل هو وجودي سنة 2006، والعلاقة بدأت بسرعة، حب، كلام، ارتباط. لكن الحب ده كان طرف فيه بيحب، والطرف التاني بيتعلق زيادة عن اللزوم. مع الوقت جودي بقت غيورة، بتراقب، بتسأل كتير. ترافيس حاول يبعد وقال إن العلاقة خلصت، بس جودي عمرها ما اقتنعت. وفي يوم 4 يونيو 2008 ترافيس ما راحش شغله ولا رد على تليفونه. أصحابه راحوا الشقة ولقيوا مشهد محدش ينساه: جثته في الحمام، طعنات كتير، ورصاصة في راسه، دم في كل مكان. الشرطة قالت دي جريمة غضب، مش حادثة عادية. التحقيق بدأ وسألوا عن آخر شخص كان مع ألكسندر. الاسم ظهر بسرعة: جودي أريس. جودي قالت أنا ما شفتهوش من شهور، بس الأدلة قالت غير كده. أخطر دليل في القضية كان كاميرا، والكاميرا دي كان فيها صورة لترافيس حي بيضحك مع جودي، وبعدها بدقايق صورة دم، وصورة أخيرة لترافيس وهو بيحاول يدافع عن نفسه. الصورة دي اتاخدت قبل موته بلحظات. هنا صديقي جودي غيرت كلامها 3 مرات. قالت في ناس اقتحموا المكان، وقالت دفاع عن النفس، كمان قالت كانت ضحية عنف. بس كل مرة الأدلة كانت بتفضحها. وهنا الادعاء عرض صور، تسجيلات، رسائل، كلها بتثبت إن الجريمة متعمدة. وفي سنة 2013 القاضي قال كلمته: السجن المؤبد بدون إفراج مشروط، من علاقة حب لسجن عمر كامل. وهنا يا صديقي قصة جودي أريس بتقول لنا حاجة مرعبة جدا: مش كل اللي بيقول بحبك قلبه يبقى أمان. أحيانا أخطر الناس هم اللي بيحبوا زيادة، بس بالطريقة الغلط.